مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى اول سحور شهر رمضان. يا رب يعود عليكم وعلى الامه العربيه كلها بخير. النهارده هنعمل بقى الفول المدمس. طبعا اول حاجه انا معايا، طبعا احنا اي سحور ما يستغناش عن طبق الفول. واعذروني لو صوتي كده متغير، لان برضو لسه البرد اللي كان عندي مأثر عليا. فاعذروني يعني لو صوتي متغير. فطبعا زي ما قلت لكم كده، السحور محلاش غير بطبق الفول الجميل اللي بيرم العظم كده ويعني تنيه كده فترة كبيرة كده في المعدة. فالنهاردة هنعمل بقى الفول المدمس، أحلى من أحلى فول هتشتروه من المحلات أو هتجيبوه من العربية. هنعمله كده وبنص كيلو هنقعد يعني. نص كيلو ده هيقضينا فترة كبيرة، وهنوفر شراء الفول، وهنعمله كده بطريقة حلوة وجميلة وصحية ونظيفة. أول حاجة زي ما قلت لكم أنا معايا كيلو فول، بس أنا هستخدم نصه بس. وبعد ما بيخلص بعمل النص التاني، وكل ما يخلص بجيب فول تاني واعمله. فأول حاجة اول حاجه معايا نص كيلو فول. طبعا نقيته الاول، نضفته من اي حاجه. بعد كده شطفته ونقحته في الميه لمده 12 ساعه. يعني مثلا انا عملته من بالليل، تاني يوم الصبح قعدت 12 ساعه بحالها. وبعد كده جهزت بقى معايا بقى جزرايه، ومعايا حوالي بقى كده ايه يعني نص كوبايه من العدس، ومعايا 4 5 فصوص من التوم، معايا بابريكا، ومعايا اللهم صل على النبي كركم، ومعايا ليمونة. الليمونة بتحفظ لون الفول، ما بتخليهوش يسمر. وطبعا الجزر قيمة غذائية حلوة، وبيخلي الفول بتاعنا طعمه مسكر وجميل. والطماطم بتديله لون كده هي والبابريكا. بعد كده بقى غليت شوية من المية، يعني غليت حبة مية وصبيتهم على طول على الفول. وبعد كده خدته على البوتاجاز، وأول ما الفول بتاعنا يبدأ يغلي، ويعني يغلي كده أول غلوة، وبعد كده هدي عليه وهسيبه تحت منه شمعية كده يستوي براحته خالص. يعني عايزينه كده يكون دايب ويكون جميل، ما يكونش ليه قشرة بقى كده، يعني احنا بنهرسه ما يبقاش ليه قشر. واحسن حاجة انك تجيبي الفول اللي هو الفلاحي. الفول الفلاحي بيبقى حلو، ويبقى كله كده لحم وحاجة حلوة. ونزلت عليهم كمان بمعلقتين من الزيت هيدي للفول لمعة، وهيخليه كده يعني زبدة كده. كل ما تيجي تجيبيه تلاقيه كده ايه، آه، يعني مدهن كده وحلو. دلوقتي بقى هو حطيته على البوتاجاز. اول بقى ما البوتاجاز بتاعنا اول ما الفول بتاعنا يغلي ههدي عليه زي ما قلت لكم، وهواري بالغطا كده، هسيب بس حاجه بسيطه علشان يخرج الهواء منه والفول بتاعنا ما يفرش. ويفضل بقى ايه كده ينقنق مع نفسه كده، يستوي مع نفسه. طبعا الفول بقى بتاعنا خلاص استوى، هو غلي. هدي عليه وهسيبه بقى يستوي براحته كده وينبت براحته. عايزين يكون فول مهري خالص. وطبعا لو انتوا اول مره بقى بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلك كل وصفاتي. وان شاء الله كده هنزل لكم بكره وصفه الزبادي. طبعا الفول بقى شايفين بقى الجمال والروعه، بجد حاجه كده تحفه وجميله ولذيذه. والميه بتاعته رايقه وجميله وحلوه، مش سودا، ويعني مش مسمره. والفوله دايبه خالص، جميله جدا يا جماعه. وكمان الجزر مديله سكره كده ومخليه طعمه تحفه. بجد 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 هتاكلوا احلى شويه فول مدمس. هتعملوهم كده بنظافه، وانتوا اللي عاملينهم وحلوين جدا وجمال. وعايزه اقول لكم يعني لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باحلى لايك،
واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. وانتظروني ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الزبادي، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.